السلام عليكم، انا مصطفى وائل، والنهارده هقول لك على 8 نصايح هتساعدك تزود الانتاجيه بتاعتك وتنجز جزء اكبر من الشغل اللي وراك كل يوم. رقم واحد واهم نصيحة في الفيديو: ابدأ بأصعب واهم تاسك. في كتاب حلو جدا بيتكلم عن الموضوع ده اسمه Eat That Frog، بيتكلم عن انك لازم تبدأ اليوم بأصعب واهم حاجة محتاج تعملها، الشيء اللي لو اليوم خلص دلوقتي هتبقى مبسوط انك عملته ومش ندمان انك ضيعت وقتك فيه. وده تقدر تعرفه عن طريق قاعدة 20-80 اللي بتقولك ان 20% من افعالك هتسبب لك 80% من النتائج. فقبل ما تعمل اي حاجة في يومك فكر، هل الحاجة دي من ال 20% المهمين ولا ال 80% الاقل اهمية؟ واجابة السؤال هتعرفك ايه اللي المفروض تعمله. يعني كل الافعال اللي ملهاش لازمه او مش مهمه قوي، زي انك تفتح فيسبوك، تشوف نوتيفيكيشن، ترد على المسجات، تتفرج على مسلسل، كل الحاجات دي خليها في اخر اليوم بعد ما تخلص اهم حدث في اليوم، سواء كان شغل او مذاكره او اي حاجه تانية مهمه بالنسبه لك. رقم 2: خطط ليومك قبل ما يبدا. وفي ناس بتحب تعمل ده الصبح، بس انا شخصيا بحب اعمله بالليل قبل ما انام. يعني يوم السبت بالليل مثلا بخطط ليوم الاحد، بكتب التاسكات اللي محتاج اعملها والاماكن اللي عايز اروحها، سواء كانت متعلقه بشغل او دراسه او يوتيوب او حتى حاجه زي ان اروح الجيم او اقابل حد من صحابي. جرب بنفسك النهارده تمسك ورقه او كراسه، مش نوت الموبايل عشان ما تضيعش وقتك، وتكتب كل الواجبات المطلوبه منك بكره وترتبهم حسب الاهميه والاولويه باستخدام قاعده 20-80 اللي قلناها في النقطه اللي فاتت. رقم 3: الغي من تفكيرك كلمه مالتي تاسكينج. انسى انك تقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت. ما تحاولش تبقى جاكو في اول تريدز، لانك هتلاقي نفسك في الاخر عملت حته من ده وحته من ده وحته من ده، بس ما انجزتش اي حاجه بالكامل. وحتى الاجزاء اللي عملتها هتلاقي كفاءتك فيها قليله، يعني الناتج النهائي مش هيبقى مرضي، او باختصار 7 صنايع والبخت ضايع. ركز في صنعه واحده وامشي في تاسكاتك وشغلك بالتوالي مش بالتوازي. ادخل على اول تاسك في اليوم خلصه للاخر، بعد كده ادخل على التاني خلصه للاخر، وهكذا لحد ما تخلص كل شغل اليوم. ما تحاولش تبقى عبقري الزمان اللي بيعمل كل حاجه في نفس الوقت، لان الابحاث والدراسات بتقولك ان ده ما بيحصلش، وانك لما تشتت تركيزك في كذا حاجه لازم كفاءتك هتقل. ده طبعا غير الضغط النفسي الزايد واحساسك الدائم بعدم الانجاز. ركز في حاجه واحده بس لحد ما تخلصها للاخر، وبعد كده ادخل على اللي بعدها. رقم 4: ابعد عن كل مصادر التشتيت. ودي بتختلف من شخص للتاني. ممكن واحد من الناس يبقى بيتشتت بصوت التلفزيون مثلا لما يبقى فيه مسلسل شغال ما بيقدرش يقعد على بعضه ولازم يتفرج على الحلقه لاخرها. حد تاني على طول سايب الواي فاي مفتوح، اول ما تجيله رساله او نوتيفيكيشن يجري على الموبايل على طول ويفضل ماسكه نص ساعه. حد تالت بيسمع صوت صحابه في الشارع بيسيب اللي في ايده وينزل يجري على طول عشان يقعد معاهم. كل واحد فينا ليه الملهيات او الحاجات اللي بتشتته، ومهمتك هنا انك تحاول بقدر الامكان تبعد عنك اي حاجه انت عارف انها بتعطلك. اقفل التلفزيون وما تذاكرش في حته قريبه منه، اقفل الواي فاي وخلي الموبايل في اوضه تانية، اقفل الشباك كويس عشان صوت صحابك ما يوصلكش فوق. اعمل اي حاجه تقدر عليها عشان تخلي بيئه العمل بتاعتك، سواء كانت مكتب او اوضه او حتى كمبيوتر بتشتغل عليه، مجهزه لانك تركز على شغلك وشغلك وبس، وما تتشتتش في اي حاجه تانية. رقم 5: نام كويس. تعال ناخد يوم تقليدي كمثال ونبدا من اول اليوم. مسكت الموبايل ساعتين 3، قعدت مع صحابك ساعتين 3، ضيعت وقتك في اي حاجه تانية ساعتين 3، وفجاه لقيت الساعه 10 وانت لسه ما انجزتش اي حاجه النهارده. في شغل لازم تعمله عشان هيتسلم بعد يومين، او في مذاكره لازم تخلصها عشان في امتحان بعد بكره، فبتسهر للفجر بتذاكر او تشتغل على امل انك تخلص جزء من اللي عليك، بس للاسف مش هتعرف تنام كويس لان عندك كليه بكره الساعه 8، او محتاج تروح شغلك الساعه 9، فبتروح الشغل نعسان، وبالتالي بتفضل تعبان طول اليوم ومش قادر تنجز اي حاجه. بتقعد على المكتب 5 أو 6 ساعات، ايوه، بس الانتاجيه بتاعتك صفر، او انتاجيتك ساعه او ساعه ونص عشان ما اظلمكش. وده لانك مش نايم كويس ومخك مش قادر يركز في اللي انت عايز تعمله. مخك عايز ينام، عايز يرتاح، فعمال يسرح ويتشغل في حاجات ملهاش لازمه، وكل ده عشان انت ما نمتش كفايه. هو الجاكيت قافل على المايك ولا ايه؟ الصوت واضح يا ترى؟ لازم تخلي النوم اولويه قصوى في حياتك. 7 ساعات نوم على الاقل يوميا هم اهم جزء في يومك، والاهم انك تنامهم في هدوء وفي الضلمه. اعمل الموبايل سايلنت، اقفل كل الانوار والشبابيك، ادي جسمك فرصه انه يرتاح بجد عشان تقدر تصحى تاني يوم فايق ومركز وتخلص الشغل اللي وراك. رقم 6: اعمل سبسكرايب للقناه وادخل جروب راجل مشمان على فيسبوك، هيوصل لك محتوى متنوع عن الشكل والشخصيه والرياضه واللبس واي حاجه تهم الراجل، هتساعدك في زياده ادائك بشكل خاص وفي حياتك بشكل عام. لينك الجروب في وصف الفيديو، ادخل اعمل جوين على السريع وارجع لي تاني عشان نكمل. رقم 7: ركز شويه مع الاكل بتاعك. الاكل والشرب اللي بيدخلوا بقك ليهم تاثير كبير جدا على كل حاجه في حياتك، زي صحتك النفسيه والجسديه وتركيزك وقدرتك على انك تنجز اللي وراك. لما تبقى واكل سندوتش كبده ب 3 جنيه من الشارع او نص كيلو بطاطس محمره، ازاي مستني
مستني انك يبقى عندك الطاقه انك تنجز اي حاجه خلال اليوم. اهتم جدا بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحيه وبالذات اوميجا 3. خلي وجباتك متوازنه بنسبه بروتين كويسه، وابعد عن الكربوهيدرات السريعه اللي بتخلي مستويات السكر في دمك غير منتظمه وبتخليك تجوع بسرعه وتزهق من الشغل وتبقى عايز تقوم من على المكتب باي شكل. رقم 8، ادي لنفسك فترات راحه وسط الشغل. يعني ما تفضلش ساعتين 3 متواصلين على المكتب لحد ما تفصل خالص وتجيب جاز وتفضل تعبان لحد اخر اليوم. لا، خلي وقت مذاكرتك وشغلك عباره عن فتره شغل كبيره وفتره راحه صغيره، فتره شغل كبيره وفتره راحه صغيره. واغلب الناس بتقترح معدل 25 دقيقه شغل و5 دقائق راحه، بس انا ما بحبش المعدل ده قوي. بحس ان 25 دقيقه مش كافي قوي انك تنجز قدر كبير من اللي وراك، لان جزء كبير منها بيروح اساسا في انك تركز من جديد في التاسك اللي قدامك. وبفضل اكتر نظام 50 دقيقه شغل 10 دقائق راحه. بس انت ممكن تجرب لنفسك وتشوف ايه اللي مناسب معاك. ولو فتحت البلاي ستور هتلاقي 50,000 ابلكيشن بيطبق النظريه دي، اغلبهم اسمه بومودورو تايمر، بيساعدك تطبق الموضوع ده بشكل فعال. رقم 9، استغل كل الوقت الضايع. وانا هنا بتكلم عن الساعه اللي بتقضيها يوميا في المواصلات، او النص ساعه اللي بين كل محاضره والتانيه، او الوقت اللي بتستناه في طابور المصالح الحكوميه. الوقت ده غالي ومهم وما ينفعش تضيعه في انك تشوف كل ستوري قدامك على واتساب او انستجرام حتى لو انت مش مهتم بيها. الوقت ده هيبقى مناسب اكتر انك ترد فيه على كل المسجات اللي كانت بتشتتك وانت في البيت، او تسمع فيها كتاب صوتي لو عايز تبدا قرايه، او تستغله في اي حاجه تانيه تقدر تعملها بسهوله وفي نفس الوقت تخلص جزء من الشغل اللي وراك. استغل اي دقيقه فاضيه وما تسيبش الوقت يروح منك الا وانت بتعمل حاجه انت فعلا مقتنع بيها. رقم 10، ما تحاولش توصل للكمال في اي حاجه انت بتعملها. هتكلم عن اليوتيوب مثلا. في ناس بتحاول تعمل فيديو جامد بنسبه 100%، يقعد اسبوع يكتب في السكريبت، اسبوع بيصور، اسبوعين بيمنتج، بيظبط كل تكه وكل حركه، كل مؤثر صوتي وكل ترانزيشن، وبيصرف وقت ومجهود كتير جدا على فيديو واحد. والهدف انه يطلع فيديو جودته 100% بالنسبه له، وده بيخليه ينزل فيديو كل 3 اسابيع او شهر. في حد تاني بيعمل فيديو كويس مش وحش، بس بيحضر الفيديو في يوم او يومين، بيصور في يوم، بيمنتج في يومين، بيطلع معاه فيديو جودته 70 او 75% كل اسبوع. الحقيقه الصامده هي ان ال 25% فرق في جوده الفيديو ليها تاثير اقل بكتير من عدد الفيديوهات. يعني الشخص اللي صرف وقت ومجهود كبير جدا عشان يطلع فيديو جودته 100% خسر اكتر ما كسب. وقيس على ده كل شيء في الحياه. ما تحاولش تطلع كل حاجه بيرفكت 100%، لانك كده هتضيع وقت كتير قوي في تفاصيل ملهاش لازمه. خلص كل تاسك معاك بجوده مقبوله او جيده جدا واركنه على كده وخش على اللي بعده. ولو بقى عندك وقت زياده ممكن ساعتها ترجع للحاجات القديمه وتحسنها اكتر. ده كان فيديو النهارده اتكلمنا عن 10 نصايح هتساعدك تزود الانتاجيه بتاعتك وتخلص جزء اكبر من الشغل اللي وراك كل يوم. ملخص سريع لعناصر الفيديو: ابدا باصعب واهم تاسك، خطط ليومك قبل ما يبدا، ابعد عن المالتي تاسكينج، ابعد عنك مصادر التشتيت، نام كويس، ركز مع اكلك، حط لنفسك فترات راحه، استغل الوقت الضايع وما تحاولش توصل للكمال في اي حاجه. وطبعا اهم نصيحه في فيديو النهارده هي انك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. وطبعا ما تنساش قبل ما تقفل تكتب لي في الكومنتات عايز نتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.